إدارة الأهلي قبل كأس العالم للأندية قررت إنها تنزع من الفريق أهم نقط قوته وأهم مميزات النادي الأهلي عبر العصور. شوية تفاصيل بسيطة إدارة الأهلي وكابتن محمود الخطيب تناسوها أو تغافلوا عنها أو أهملوها، بس في نفس الوقت اللي إحنا عملنا فيه كده إدارة نادي الهلال أو نادي الهلال قرر إنه ياخد باله من التفاصيل دي، وكانت النتيجة زي ما إحنا شايفين، خروج من بدري للنادي الأهلي. كان الهلال مكمل ورايح لبعيد، فرحنا كلنا، فرح قبلنا طبعا جمهوره. نتمنى ان احنا نكون بدأنا من دلوقتي نشتغل للمره الجايه. معظم الناس اللي عارفاني عارفين ان انا بحب اتكلم فني اكتر ما بحب انتقد الاداره وانتقد القرارات. خسرنا وقت وخسرنا تواجد كان ممكن يبقى افضل من كده مليون مره لو كانت التفاصيل خدنا بالنا منها من بدري. يعني لو اتكلمنا على استخدام مدرب قبل البطوله ب 15 يوم هقول لك ان الهلال عامل زينا بالظبط. النادي الاهلي ونادي الهلال جابوا المدربين بتوعهم بعد بدايه شهر 6، ففي الحاله دي احنا متساويين. لكن في فرق بين اللي انزاجي جه شافه واللي ريبيري جه شافه.